السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. إذا كما شفتوا في عنوان الفيديو، جد الضحايا ولا جد الطفلين اللي توفاو ولا اللي كانوا يلعبوا مع بعض في ثلاثة، يعني الجد تاعهم راه خرج وقام يعني بتصريح وتوضيح جديد. إذا التوضيح تاعه قال ما جاء في سياق كلام الجد. تحدث جد الأطفال المتوفين الذين عثر عليهم داخل السيارة في تصريح عبر قناة النهار، يعني جاء في قناة النهار ودار لقاء صحفي حول ما حدث وحول اختفاء الأطفال رحمة الله عليهم والصبر لعائلتهم. إذن حيث قال: بعد صلاة المغرب وعندما لم نجد الطفلين بدأنا في البحث عنهم، هب الجميع لمساعدتنا وشارك معنا سكان البلدة بأكملها، يعني الجوارين كامل اللي سمع بالاختفاء قاعد يعاون فيهم، حتى أنهم صنعوا لهم صور بالذكاء الاصطناعي وبطاقات بحث ولا بطاقات لحملات بحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشروها عبر الصفحات الكبيرة. وواصلنا البحث حتى الساعة 1:30 ليلا، حينها جاءني أحد الأشخاص وقال لي: تفقد تلك السيارة المتوقفة هناك، فلربما يكونان بداخلها. فقلت له: كيف يكونان بداخلها وهي متوقفة هنا تحت الجدار منذ نحو شهر كامل ومغطاة بغطاء ولا يوجد بها أحد؟ فقال لي: لا، اذهب وشوف فقط. يعني قال له شوف وتأكد، يعني ما خسرت بالو. راحوا جابوا مفاتح وحلوها، ويبدو أنهما فتح باب السيارة، يعني السيد هذا قال الجد، ويبدو أنهما فتح باب السيارة ودخل إليها، ثم نفذ إلى صندوق الأمتعة الخلفي من خلال المقاعد، وما إن أغلق عليهما حتى لم يستطيع الخروج وبقي بالداخل. يعني هذا التصريح تاع الجد مطابق تماما بتصريح الطفل داخل السيارة اللي سعفوه بها ولا داوه بها للمستشفى. هذوك المتطوعين والمحسنين اللي لقاو الطفل بداو يسقسوا فيه داخل السيارة ويقولوا له باللي كيف صراتكم، قال لهم باللي دخلنا من جهة الكراسي ورقدنا. هو يعني قال باللي قيلوا تم، يعني ما كانوا يزقوا على هذيك، ما سمعوهمش باسكو ما كانوش يزقوا، يعني كانوا راقدين واختنقوا، الباب غلق عليهم. هذا هو تصريح الجد. يعني كامل تفاصيل راح نحطها لكم. روحوا قناة ماس الزرقاء، راني حاطت لكم تفاصيل كذلك أخرى وجديدة.